بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا جميعا بخير وباحسن حال. النهارده احنا هنعمل اللحمه من غير لا سلق ولا شوي، وان شاء الله الطريقه تعجبكم باذن الله. طبعا احنا هنعمل معانا ايه؟ معانا بقى ايه؟ اللحمه متقطعه يا حبايبي. ومعانا بقى طاسه فيها معلقه زبده او سمنه سايحه. طبعا هننزل بقى بالايه؟ باللحمه زي ما انتم شايفينها كده. انا مقطعاها ايه؟ قطع زي ما انتم شايفينها حبايبي. فطبعا نبدا ايه؟ ننزل بواحده واحده كده في قلب السمنه، وطبعا بنكون معلين النار. طبعا يا حبايبي نيجي هنا احنا ايه؟ نزلنا باللحمه كلها اهي، ونبدا بقى ايه؟ في نقلب اللحمه واحده واحده كده في قلب الايه؟ السمنه. ادي يا حبايبي اه كده اهوت. احنا بقى ايه؟ بدأنا معاكم اهوت ان انا بقلب واحده واحده. ادي اهي. طبعا بسم الله ما شاء الله الريحه جميله جدا. طبعا بقى تشويح اللحمه كده في قلب السمنه او الزبده يا حبايبي، او الزيت برضو، عشان ايه؟ ما نقولش ان احنا ايه يعني مقيدين بحاجه واحده، يعني سمنه زيت زبده. طبعا المتاح عندنا حبايبي، يعني ما نصعبهاش على نفسنا. ايه زي ما انتم عارفين دايما ان احنا ايه؟ ما نحبش نصعب حاجه على نفسنا. دايما اي المتاح عندنا نعمل بيه، ما نصعبش الدنيا على نفسنا يعني. طبعا احنا كده اهو بقى ايه؟ بدأنا بتقليب اللحمه، وزي ما قلت لكم لازم تكون النار عاليه يا حبايبي اهوت. وطبعا برضو اللحمة يعني ايا كان نوعها يعني. فبرضو ان احنا ايه؟ ما نصعبش على نفسنا يعني. ادي يا حبايبي اهوت. احنا كده ايه؟ بدأنا بالتقليب بقى. طبعا بقى اللي احنا معلين النار على اللحمة اهوت اهو. بس ما شاء الله الريحة جميلة جدا. تشويح اللحمة بقى في السمنة كده ما شاء الله بيبقى ريحته رهيبة جدا. وطبعا بقى ما نتعبش نفسنا بقى لا في سلق ولا في شوي. انتوا ان شاء الله هتشوفوا الطريقه ديت وباذن الرحمن هتعجبكم. و... وطبعا يعني تشوفوا كده الفيديو لاخره، وان شاء الله اللي في الطريقه هتعجبكم مش هتبطلوا تعملوها باذن الله. ادي يا حبايبي احنا كده اهوت زي ما انتم شايفين كده ايه؟ قلبنا كده يعتبر نص اللحمه اهوت اهوت حبايبي. طبعا احنا قلنا ده كله والنار ايه؟ والنار عاليه على الطاسه اللي معانا دي. ليه بقى؟ عشان ان اللحمه، لان لو احنا وطينا النار طبعا اللحمه هتنزل دمها، وطبعا هنيجي بقى في الاكله تحس ان اللحمه زفره. لكن طبعا طول ما النار عاليه والسمن قادحه او الزيت معانا، طبعا اللحمه بتحتفظ ايه؟ بالدم بتاعها حبايبي اهي زي ما انتم شايفين يا حبايبي. شايفين؟ ادي احنا كده هنا علينا ايه؟ كده قلبنا اللحمه كلها. وطبعا اللحمه ما شاء الله بقى طبعا ايه؟ مع السمنه ما شاء الله بتبقى بقى تنزل ميتها اهيت في قلب في قلب السمنه في قلب الطاسه اهي زي ما انتم شايفين اهوت اهو. دي اللي احنا يعتبر بنسميها مثلا ايه؟ شوربه اللحمه. طبعا احنا هنا لا زودنا ميه ولا زودنا اي حاجه، ده كله تشويح اللحمه في قلب الطاسه يا حبايبي اهو. ما شاء الله الريحه يعني جميله جدا، جميله جميله تحفه اهو يا حبايبي اهو اهو كده زي ما انتم شايفين بقى اهوت. طبعا احنا بقى مع التقليب بقى ايه؟ المستمر كده، وطبعا ايه؟ النار عاليه واللحمه بقى ايه؟ طبعا بقى يعني برضو نحرك في قلب اللحمه كده في قلب الطاسه عشان ان ايه؟ اللحمه تستوي معانا اهو يا حبايبي اهو. وهنيجي بقى هنا اللحمه بقى ايه؟ زي ما انتم شايفينها يا حبايبي بقى. طبعا احنا ما نقلبهاش يعني، احنا قلبنا في الاول عشان قلنا ايه؟ على ما نزلت ميتها في قلب السمنه. نيجي بقى هنا اهوت. طبعا بقى اللحمه بقى لما مثلا بتتحمر من وش، بنبدا ايه؟ نقلبها ايه؟ على الناحيه التانية اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهوت. نبدا بقى في تقليب يعني ايه؟ ما نقعدش نقلب عمال على بطال. احنا قلبنا في الاول على ما اللحمه ايه؟ خدت لها صدمه كده ايه؟ مع السمنه. وجينا هنا اهوت. طبعا بقى اللحمه الوش بتاعها الاولاني اتحمر اهوت. طبعا احنا حاطين بقى في قلب الطاسه ايه؟ برضو زي ما انتم شايفين اهوت ورق اللوري، او طبعا يعني حسب في بلاد تانية يقول لك إيه؟ اسمه ورق الغار، لكن احنا عندنا هنا اسمه ورق اللوري اه يا حبايبي. وادي اللحمه اهوت احنا قلبناها زي ما انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله الريحه الله اكبر. طبعا اهي الوش بقى متحمر. طبعا ايه؟ فبدانا نقلبها على الوش التاني. ادي يا حبايبي اهي. ما شاء الله جميلة جدا ان شاء الله والله يعني. الطريقة بإذن الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. ادي احنا كده اهوت قلبنا اللحمة زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو. ادي اهو كده احنا قلبنا اللحمة كلها وقلبناها كلها. وطبعا احنا لسه لا حطينا بهارات ولا حطينا اي حاجة خالص، ده كله لسه
في الاول. ادي يا حبايبي. وطبعا بقى بنيجي هنا بنعمل ايه بقى؟ عشان احنا طبعا بنبقى عارفين ان اللحمه بتحتاج سوا كتير. فطبعا احنا هنا جينا نزلنا بكوبايه ميه مغليه يا حبايبي على اللحمه اهيت اهي. زي ما انتم شايفين احنا كده نزلنا هنا بكوبايه ميه مغليه علشان اللحمه تبدا تستوي وتبقى يعني جميله كده في بقنا واحنا بناكلها. اهي يا حبايبي بالهنا والشفا اهو. انت كده شفت اهوت زي ما احنا اهو نزلنا كده بكوبايه الميه. ادي يا حبايبي اهو. بسم الله ما شاء الله تحفه اهو. ادي يا حبايبي اهوت. ونيجي هنا بقى ان البهارات بتاعتنا بقى. انا قلت لكم احنا بننزل البهارات بتاعتنا في الاخر. طبعا معانا بابريكا، معانا فلفل اسمر، معانا بهارات لحمه، معانا كزبره، معانا بصل بودر، توم بودر، سنه كمون، سنه قرفه. اه يا حبيبي زي ما انتم شايفين اهو. يبقى كده معانا بابريكا، بهارات لحمه، فلفل اسمر، سنه كمون، بصل بودر، توم بودر، وكزبره. وطبعا الملح طبعا زي ما انتم عارفين طبعا الملح دايما بنحطه في الاخر. طبعا احنا جينا هنا يا حبايبي نزلنا بالبهارات فين؟ على اللحم. اه يا حبايبي ادي كده اهو. طبعا بقى واحنا عاملين بقى كده اللحمه بعد ما اتشربت الميه، اللي هي بقى طبعا الميه بقى اللي هي فيها ميه اللحمه اللي هي نزلت يعتبر زي الشوربه. وطبعا بقى مع الميه اللي احنا برضو كوبايه الميه المغليه اللي احنا زودناها لها. وطبعا هي ما شاء الله اللحمه اتشربت كله اهو يا حبايبي اهو. زي ما انتم شايفين اهو. ادي كده اهوت اللحمه بسم الله ما شاء الله اهو. ونيجي هنا بقى نعمل بقى التركايه بقى بتاعتنا بقى اللي في الاخر بقى. معانا توم اسفه، معانا فلفل اخضر، معانا طماطم مقطعينها طرنشات، معانا بصل برضو مقطعينها اهوت. الحاجه دي بننزل بقى في الاخر عشان طبعا لو اتحطت في الاول مع التقليب مع الحاجه دي بتتهرى فين معانا في اللحم. فطبعا ننزل بقى في الاخر اهي يا حبيبي. طبعا زي ما انا قلت لكم نزلنا بالبهارات. وبعد ما نزلنا بالبهارات اللحمه شربت البهارات تامه. نيجي هنا بقى اهوت نزلنا بالخضار بقى بتاعنا اللي هو بقى طماطم، فلفل اخضر، البصل برضو شرايح. طبعا اللي عنده مثلا فلفل الوان عادي مفيش مشكله يعني عادي برضو كل حاجه متاحه حبايبي. بس ما شاء الله بقى التركه دي بتخلي طعم اللحمه الله اكبر جميله جدا، جميله 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 اهو يا حبايبي. وان شاء الله الفيديو يعجبكم كده وتضغطوا لايك واشتراك في القناه بتاعتي. وطبعا يا حبايبي ما تنسوش اللايك لان اللايك بيبقى يرفع الفيديو. واللي اول مره يشوفني ويتابعني ما ينساش بقى يضغط لايك واشتراك في القناه. وضغط زر الجرس وضغط الكل عشان يوصلكم مني كل جديد يا حبايبي. ادي طبعا هي بسم الله ما شاء الله اللحمه اهي بعد الخضار بقى نزل بقى ميته. زي ما انتم شايفين اهو حبايبي السمنه بتغلي ازاي في اللحمه. برضو زي ما انا قلت لكم لازم نكون معلين النار اهو يا حبايبي. وطبعا الخضار ما شاء الله احنا بنقلبها اهوت والفلفل والبصل اهو يا حبايبي. دي بقى واللحمه طبعا شربته اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر جميله جدا اهو يا حبايبي. طبعا بقى معانا بقى نعمل بقى حبه طحينه كده جمال كده للمخلل بتاعنا او الطرش بتاعنا. تتاكل بقى بالعيش، تعملي جنبها شويه رز شويه مكرونه يعني اي حاجه يا حبايبي متاحه يا حبايبي اهو بالهنا والشبع. طبعا زي ما انتم عارفين بقى انا بقى باجي في الاخر بقوم عامله فحمايه كده وعلى ورقه السلوفان وبنزل عليها بحته سمنه. وطبعا بقوم جايه كبسه الغطا عليها يا حبايبي. ليه؟ علشان بقى تاخد ريحه اللحمه المشويه اهو يا حبايبي. وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم باذن الرحمن. هذه يا حبايبي اهو. ودي كده اللحمه بتاعتنا بعد ما غرفناها بالف هنا وشفا اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله جميله جدا والله يا جماعه. الطعم بتاعها يعني بصوا روعه ما فيش بعد كده. بسم الله ما شاء الله جميله تبارك الله. ان شاء الله جربوا الطريقه كده وتعجبكم. وما تنسونيش بقى واللايك والاشتراك في القناه. وان شاء الله يكون الفيديو خفيف على قلبكم. ومع السلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.